يعني معانا احمد خليل طليق ريم زوجة حسن شاكوش اللي هيكشف لنا كل التفاصيل. بنرحب بيك في المصري اليوم. انت طليق. السلام عليكم. أنا أحمد خليل، محافظة سوهاج، مركز البليانة. أنا اتجوزت ريم في 2019 اه لحد 2020 انفصلنا. حوالي 10 شهور. 10 شهور علي صوتك. لحد 10 شهور يعني. اه ل- لأسباب مرضية أنا اتكلمت فيها في لقاء مع الأستاذة نهال الطيب، وقلت وضحت يعني، بس في كانت حاجات كتير أنا ما وضحتش فيها، اللي هي الأسباب المرضية دي. هي أسباب مرضية تمنع لها الزواج، أو بتاخد وقت طويل في علاجها، بتاخد وقت طويل. يعني حتى الدكتور لما أنا اتكلمت معاه قلت له إن أنا هعالجها أو أنا هتحمل الوقت، قال لي لا هو بياخد على إيه، على المدار الجيد يعني. تمام. فهي لما سمعت الكلام وكده قالت أنا هنفصل وبكل هدوء ومفيش أي حاجة. انفصلنا، سلمتها حاجتها وكل حاجة، وبعد كده اتفاجئت بعد فترة إن هي بترفع الحاجات، المنقولات والذهب والحاجات دي. خلينا نرجع لنقطة المرض. اه المرض دلوقتي صديقتها طلعت بتقول ان المرض كان عند كلام احمد ونقله بريم. كلام غير صحيح. اه بعدين الروشتات اللي طالعة والتحاليل اللي طالعة باسمها مش باسمي، يعني هي أنا اللي واخدها موجهة للدكتور تعالي، مش أنا. تمام. تمام. بس لكن الكلام ان انا عندي انا حاليا انا راجل خاطب حاليا، والحاجات اللي هي طالعه على السوشيال ميديا حاليا دي في ازليه. اه تمام. اه وانا هرد عليه وهاخد حقي بالقانون. احنا في بلد قانون. بس معلش احنا شفنا امبارح عقد الجواز بتاع حسن شاكوش وريم طارق، وكانت بتقول انها بكر الرسول لم يسبق لها الجواز او انسه بمعنى اصح. انا دي موضوع يعني خارج عني او عن مشكلتي، سواء لزوجها او ليها، ده موضوع ليهم على حسب اتفاقهم مع بعض، لكن انا دي مش قضيتي يعني. دي قضيه لازم يعني، دي قضيه قانون بيتدخل فيها ويتعامل. تمام. تمام. انا اتجوزتها ودي صور من الفرح. تمام. وفي قسيمه الجواز طالعه كانت قبل كده. تمام. ورينا الصور معلش. صور كتير يعني، في صور يعني تمام. في ان انا هرد على اي اساءه ليا بالقانون. تمام. معها زميله حضرتها او صديقتها بتتكلم بناء عني او بتتكلم، ده كله انا ده كله لازم هرد عليه بالقانون، واخد اتجاه قانوني اتجاههم. في حاجات كتير تانية صدرت من والدها. من ضمن الحاجات برضو اللي طلعت قبل ما اروح لوالدها فكره ان هو اللي جايب لك مركز. لا في حاجات كتير، لا في حاجات كتير. انا هكلمك في كل حاجه. هو اللي دافع لك الفلوس وخليك مضيت على. انا هكلمك في كل حاجه. والدها طلع مع عمرو اديب وقال انت بنتي لم يسبق لها الزواج. تمام. ده تصريح رأي عام يعني، القناة مش هتتقفل. دي صورك من فرح الجواز، معلش ممكن بس توضحها للسادة المشاهدين. تمام. طلع البنت لم يسبق لها الزواج. تمام. بناء على ايه لم يسبق لها زواج؟ مرفوع عليها قضايا، مرفوع عليها منقولات، مرفوع عليها داب مؤخر ايا كان بقى باي صفه يعني. ده الموضوع الثاني ان انا الكلام اللي هو قاله على المشروع او الشقه او الكلام ده كله كلام غير صحيح. انا لما اتجوزت انا كنت فاتح مشروعي. انا لما اتجوزت يعني نجيب عقد المكان، نجيب مدة المكان قبل الجواز وقبل وقت الجواز وقبل اي حاجة. بناء عليها اصلا وقت الجواز. بناء على ايه؟ تمام؟ واحدة يجيب لي شقة، واحدة يفتح لي مشروع، ازاي يعني؟ بأي منطق يعني؟ بس موضوع التزوير بتاع قسيمة الجواز مكتوب فيها آنسة وبكر الرشيد، ده موضوع انا ماليش علاقة بيه يعني، ده موضوع قانون.
بحب بس ايه؟ احنا دلوقتي معاك بصفة انك طالقها انت تمام. الزوج الاول، تمام. فده يمكن الكلام اللي طلع امبارح على السوشيال ميديا. تمام ماشي، انا معاك. بص، هو الحمد لله فضل ربنا، كل الحاجات اللي بتحصل دي حقوق بترجع. مم. يعني ده كل راجع لمصلحتي مش ضدي. حسيت انك اتظلمت فربنا انظلمت يجيب لك حقك بالظبط. كده وانت قاعد. الحمد لله فضل ربنا ان كل حاجه بتحصل في الموضوع ده تحس ان هو الموضوع لف، يعني بلف كده في دايره، من عندي لف تاني رجع ليا تاني. اه تمام. كل الحقوق اللي انا بتكلم وطالبها هي رجعت لي، تمام. كل الظلم اللي انا اتظلمته رجع لي. لما كنتوا بتنفصلوا قلت ان بسبب المرض، هل انت اللي طلبت الانفصال ولا هي اللي لا، طلبت؟ هي طلبت الانفصال. قول لنا على التفاصيل اللي دارت ما بينكم في الايام دي. لا، ما انا قلت لك في اول اللقاء، بقول لك ان انا رحت للدكتور فبيقول لي، بعد الدكتور ما بقول للدكتور احنا خلاص خدنا قرار وخلاص هي خدت. هو نوع المرض. هو مرض اسمه تقليل جنسية. اه تقليل جنسي. تمام. تمام. ده مناعي يعتبر. يعتبر مناعي بس بياخد وقت على المدى البعيد وعلاجه متعب شوية يعني. مم. تمام. اه بس ده كل الموضوع يعني، في حاجات كتير. هل انت انفصلت هروبا من الوضع او من مرضها لا 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 ولا هي لا, لا, اللي لا. كانت هي طلبت؟ طلبت انفصال. مم. والله على ما اقوله شهيد يعني. بس انتوا كنتوا متاكدوا برضو ان هي ايه لا تسقط من الزواج بسبب هذا المرض. هو المرض مرض معدي. مم. تمام. يعني الدكتور بيقول انه هتاخد فترة بعيدة عن زوجتك وكده، فقلت له هتحمل، قال لي لا ده الموضوع بعيد. طيب ازاي انا زوج هفضل اتحمل وهي تتزوج تاني؟ ما هي القضية او هو الموضوع. مم. اللي هيخليك تكملي مع احمد هتكملي مع محمد، هتخليك تكملي اي انسان. ولكن انت كان وضعك ايه لما شفتها يوم الفرح متجوزه من حسن شكري؟ كنت مطلقها علشان انها مريضه ولا تسقط من الزواج؟ الصدمة طبعا. مم. صدمة. بتحبها او كنت بتحبها؟ لا كنت بحبها، هو اي واحد يتجوز واحدة يتجوزها ليه؟ مم. اكيد يعني بيكون بيحبها. زعلت عليها ولا على نفسك لما شفتها؟ لا لا، انا زعلت على نفسي ما زعلتش على حد. اه وانا اتمنيت لها انها تكون مبسوطه في حياتها بس من غير اذى يعني، مش تاذي غيرها يعني، اه ما تاذيش غيرها. هي لها حياتها وانا ليا حياتي. انا راجل اشتغلت في السوق، انا عندي 21 سنه. والدها ردا على كلام والدها، كنت حابب اتكلم في الموضوع ده مهم جدا يعني، انه ردا على الكلام اللي انا قلته، ما ذكرتش اي حاجه في اللقاء، بس دلوقتي انا حابب اوصل له معلومه صغيره. انا اشتغلت وفي السوق وجاي من الصعيد، اشتغلت في المقاولات، اشتغلت في شغل كتير، واشتغلت في عربيات ومراكز صيانه بفضل ربنا بتاع ابويا وجدي. تمام. انا طالع كده يعني، طالع بفضل ربنا ان الحمد لله يعني. امور تمام وامور مرتاحه. مش عايز اقول انا اتكلم بقى في القانون اللي يخلي انا بمثل نفسي الاول وبقبل ان القانون يدور ورايا، انا ما عنديش مشكله يعني. لو اموال عامه يبحث عني ويشوف مصدر راس مالي منين، تمام، انا ما عنديش مشكله. بس القانون لازم يدور ورا كل شخص، يشوف راس ماله منين ومصدره منين. هو انت كده بتسمح لحاجات يعني انا مش هبقى قاعد في بولاق واروح اسكن في زايد. تمام. مش هروح ابقى قاعد في بولاق واسكن في زايد. تمام. وابقى مرتبي ب 5000 جنيه. لكن انا احمد خليل، انا مصدري ومصدر اهلي معروف. انا اشتغلت وعندي 21 سنه ما تهنتش. فلوس ابويا لها مصدر، والبنوك وحسابات البنوك وكل حاجه حاليا احنا في عصر حكومه متراقبه. بنيت نفسك بنفسك. بنيت نفسي بنفسي بس بتاع ابويا ما تعبتش. خير ابويا والحمد لله، ربنا يديله الصحه. مفيش حد يفتح لنا المشروع، احنا خيرنا على الناس. طب ايصالات الامانه اللي هو رفعها عليك دي بتاعت ايه؟ دي ايصالات امانه بتاعت مؤخر، مش ايصال امانه. نفس القضيه اللي هي رفعها على حسن. اللي هي كانت كام بقى؟ 150. 150,000. 150,000 انت مضيت عليها بتقول اللي هو بعد يعني خلاص واحنا هننفصل، انا مضيت على كل حاجه وقلت اديها كل حقوقها.
صح كده؟ خلاص وانا ما خدتش حاجه. لما جم نزلوا الحاجه وكده جو على يعني جو على مرتين كده نزلوا الحاجه، ما نزلوش الحاجه مره واحده. يعني حتى لما جم نزلوا الحاجه في اول مره خالص ما كانش معاهم حد غير كلها يعني اخواتها وخالاتها والناس دي. انا عايز اقول لك ان لو خدوا هدومي الشخصيه وحاجاتي الشخصيه كل ممتلكاتي الشخصيه اتاخدت ورحت جبتها في عربيه بالليل من الشيخ زايد، فضوا الشقه حرفيا يعني، من ساعات، من برفانات، من هدوم، من اي حاجه. بقول لها ايه يعني ليه انت عملتوا كده؟ فبتقول لي اللي كانوا معانا ما يعرفوش، ما لموا الدنيا كلها في بعضها. فانت كنت هتاخد كل حاجه. انا ما رضيتش اطلع الشقه خجلا لحد ما ياخدوا كل حاجه. ليه بقى؟ ليه عملت كده؟ ما المفروض في حاجات من حقك وحاجات من حقها. ما هو ما كانش فيه مشكله. انا لو لسه في وقتها بتحبها وبتتمنى لها، ما كانش اي حاجه، ما كانش في اي حاجه. ايه بقى اللي خلاك يعني غيرت رايك او غيرت طريقه تفكيرك من ناحيتها وطلعت تتكلم؟ هو كل اللي حاصل انت بتضحكي عليا. ضحكوا عليك؟ طبعا. انا قلت لك معلومه، اللي هيعمل كده تتوقعي منه اي حاجه، اللي هيزور قسيمه جواز، اللي هيعمل كده ده تتوقع منه اي حاجه عادي يعني. يزور اي حاجه ثانيه. اكيد طبعا. شفت منهم ايه خلال ال10 شهور اللي اتجوزت ريم مثلا مش كويس او تصرفات ما كانتش بتعجبك احمد خليل؟ لا انا في مرحله الزواج كانت الحياه شبه يعني منفصله شويه، ما كنتش اروح عندهم، ما كانوش يجوا عندي كتير كده يعني. ليه؟ هي فتره صغيره، ما كانت لسه ما فيش ما تعمقناش يعني. ما كانش في مناسبات حصلت في الفتره دي علشان اشوف موقف منهم او موقف معايا. طب وفتره الخطوبه؟ فتره الخطوبه ما كانش في اي حاجه. كانت قد ايه الفتره دي؟ 6 شهور على ما اعتقد يعني. ما حسيتش ان ريم بتتغرب منك بقى لما طلبت منك الانفصال وكان عندها المرض ده؟ انت صدقت فعلا انها عندها مرض؟ لان هم دلوقتي بيقولوا ان هو كان عندها مرض اصلا. لا 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 انا صدقت طبعا، لانه بالفعل كان موجود عندها ورحت للدكتور معاها. فانت الموضوع ده متاكد منه؟ متاكد منه. شفت طبعا انا موضوع انها تنفي المرض ده او ممكن تكون متعالجه منه انا مش هكرهه يعني، انا ربنا يشفي كل مريض. فاهمه؟ بس ما تقلبش الموضوع ضدي. ما هو اللي اتقال دلوقتي ان انت لا طبعا غير صحيح. تتعالج منه، ربنا يشفي كل مريض، محدش بيفرح، محدش هينبسط بحاجه زي دي. انت معايا؟ محدش هيبقى مفروض فرحان بحاجه زي دي يعني. وانا اتمنى لها ان هي تكون يعني شفيت من حاجه زي دي لا قدر الله، ان ربنا ما بيتمناش لحد يعني. سمعت المداخله بتاعتها امبارح؟ سمعت المداخله بتاعتها. شفت رد فعلها ازاي؟ رد فعلها اول ما تطلع تتكلم عن احمد خليل مش حسن شاكوش. مش عارف، وتقول لك سمعت بتقول لك هو ايه صفته يطلع على التلفزيون. انا ما اعرفش صراحه. ايه صفته؟ طليقها ايه صفتي يعني؟ صفتي ايه؟ صفتي طليقها يعني. وما اعرفش ان التلفزيون في حياتهم الشخصيه، ولو اعرف انه التلفزيون في حياتهم الشخصيه انا ما كنتش طلعت عليه، زي المركز زي الشقه زي اي كان ما كنتش طلعت. ما اعرفش ان التلفزيون بتاعه. ايه تاني برضو يعني في التصريحات بتاعتها امبارح ما عجبكش او اساء لك كاحمد؟ لا انا مش قصه اساء، انا مش هيشغلني حاجه، انا كده كده حق هاخده مش هسيبه. الموضوع هيلف وهيجي لي. وفي الموضوع انا باللي شايفه واللي حاصل معايا، الموضوع كبير جدا وصل لقضيه راي عام. تمام؟ وانا ادخل فيه قضيه راي عام، ادخل فيه اموال عامه، هدخل فيه كل حاجه، بس حق مش هسيبه. ليه بتتكت على حته اموال عامه دي؟ سويت ان انت خلال فتره الجواز اللي هي ليه ما اتكتش؟ انا لما طلعت في تصريحات وطلعت في لقاء طلعت بكل شياكه. طلعت محترم، ما اتكلمت في نقطه معينه، ما فتحتش المواضيع اوفر. انت شاكك في مصدر دخل ولا انت عندك معلومه؟ لا انا ما عنديش معلومه، شاكك في مصدر دخل. شك؟ فكره النقله اللي هم اتنقلوها وطبيعه حياتهم بشكل عام. انا قلت لك اللي هيخليه يكتب واحد قسيمه جواز كده اتوقع منه اي حاجه. شفت تصريح يعني والد ريم اللي طلع قاله على قناه مصطفى جدا مثيره
انها لم يسبق لها الجواز، وبعدين ان هي طلعت امبارح وقالت في برنامج انها كانت متجوزه ومصر كلها عارفه. هما كلام اللي احنا الاثنين ضد بعض طبعا. والدها يطلع يقول هي مش متزوجه مع عمرو اديب، وهي تطلع تقول انا مصر كلها عارفه وانا علي 10. انا مش فاهم حاجه، انا بقيت عامل زي الجمهور اللي بيتفرج. قول لنا بقى يعني وسط اللي حاصل ده كله والدربكه اللي حاصله او الجدل اللي حاصل على السوشيال ميديا، وريم وريم صادق وحسن شاكوش والتفاصيل اللي حاصله دي كلها، ليه احمد خليل اختفى؟ ليه طلع واتكلم وقال يا لا جماعه انا ما انا ليا اختفتش. حق؟ يعني اختفيت عن اضواء او امتنعت عن لا انا ما موضوع. اختفتش. انا الموضوع ممكن يكون واصل لهم ان انا كواخده شهره، كواخده دعايه واعلان. لا انا مش واخد الموضوع كده. الموضوع اساء ليا، بالعكس اساء ليا واساء لحياتي اللي في الصعيد، لان الموضوع ده عندنا مرفوض تماما. تمام. احنا ناس ما بنتباهاش بالحاجات دي، ما بنفرحش بالحاجات دي. ناس محترمه متربيين، لنا عقائد، لنا تقاليد. الحاجات دي احنا ممنوعه منها عندنا في الصعيد. انت بتقول لي برضه انك خاطب صح كده؟ انا خاطب طبعا. قول لي بقى ازاي الموضوع اثر عليك بالسلب؟ لا ما اثرش على موضوع خطيبتي بالعكس حد متفاهم جدا واقفه في ظهري جدا ماشي ما قلناش حاجه، بس طبيعي يعني. ولو بالعكس على فكره بتقول لي ارمي ورا ظهرك وما تشغلش بالك وانسى الموضوع وهياخد يومين ويخلص والكلام ده. انا بس طالع ان الموضوع مش واخده تشهير ولا واخده دعايه واعلان والكلام ده خالص يعني. مش هيفرق معايا ان الناس تعرفني او الناس ما تعرفنيش. انا الناس ما عرفتنيش في حاجه حلوه يعني. عرفتني في موضوع طلاق، عرفتني في موضوع حاجات دي مش هنتباهى بيها، ما نتشرفش بيها يعني. اول ما ظهرت لكم حاجه، ظهرت لكم صور كده فقلنا دي خطوبه، بعدين نزلت صور الفرح اللي هو يعني الناس كانت برضو لسه بتشكك في فكره انها ممكن تكون متجوزه، بعدين قسمت الجواز يا جماعه مزوره، فالناس لحد اللحظه دي برضو ما بين شك ويقين ان هي متجوزه. انا اكدت لك كل حاجه في اللايف. انا اكدت لك كل حاجه وده كل اللي عندي انا.